تخيل معايا كده طيارة صغيرة قوي قد ضفر صباعك، بحجم بعوضة، بس مش بتقرصك، دي بتتجسس عليك. الصين أعلنت إنها صنعت روبوت بيطير بحجم بعوضة حقيقية، وبيصور ويسمع ويتجسس من غير ما حد يحس بيه. طيارة تدخل أي بيت، أي غرفة، أي مكان، ولا كاميرا ترصدها ولا رادار يكشفها. طيارة، بس مين اللي شايفك وانت لوحدك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن الله لا يخفى عليه شيئا في الأرض ولا في السماء. طب إحنا بنتوتر من كاميرا موبايل أو من سيارة صغيرة، ومش بنتوتر من ربنا اللي شايفنا كل لحظة؟ الصين بتخترع طيارات بحجم البعوض، وناس بتتفاخر بالعلم والتكنولوجيا، بس القرآن قال من 1400 سنة: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. حتى لو عملوا بعوضة صناعية، تقدر تخلق روح؟ تقدر تبث فيها حياة؟ التقدم العلمي لازم يفوقك مش يغفلك. التكنولوجيا بتقرب الساعة، وقلوبنا لازم ترجع لله قبل فوات الأوان. ما تخافش من طيارة، خاف من ذنب بيتسجل وملك بيكتب ورب بيحاسب عليه. اصحى قبل ما تلاقي بعوضة بتراقبك وقلبك نايم عن مراقبة ربنا. سلام.